بجد والله هو في ايه؟ انا معايا واحد صاحبي اهلاوي وكنا بنتفرج على الماتش بتاع الاهلي وسيمبا، متعلق له محاليل. يا ما فيش كميه الاثاره دي في نهائي افريقيا. الاهلي بيتعادل 1-1 مع سيمبا، وبكده بيصعد للدور اللي بعد كده علشان يقابل سان داونز. ايوه والصحاب، سان داونز كسب بيترو اتلتيكو على ارضه 2-0، ولسه النهارده مباراه العوده هناك في سان داونز، ما تعرفش هتخلص كام، بس كده كده هو الاهلي هيقابل سان داونز، فبالاهلي اتعادل مع سيمبا 2-2 هناك على ارضه، وهنا في مصر 1-1، فبكده الاهلي صعد. مباراه غريبه وعجيبه ومش مفهومه. انا قاعد انا ميت ضحك، والله العظيم انا ميت ضحك. كميه فرص وجوان واهداف ما بتتحسبش وحاجات بتحصل على ارضيه الملعب انا مش فاهمها خالص. ما تعرفش بيرسي تاوي، انت ما بقتش تتشطف وتصلي ليه يا ابني؟ انت بقالك كام ماتش يا ابني بتروح قدام الجون بتشوطها فوق العارضه ليه؟ الجون 190 متر ما تسجل فيه. بجد والله العظيم مباراه غريبه ومحدش عارف ايه اللي كان بيحصل على ارضيه الملعب. وكولر حتى، يا كولر في ايه؟ هو انت عشان هتلاعب سان داونز الماتش اللي جاي خايف يعني تبين الرضا سليم وامام عاشور وتبين الدكه بتاعتك ولا يعني ايه؟ لحد الدقيقه 87 وتغير لي موديست؟ ده موديست نزل في الدقيقه 87، بيرسي تاو اسرع منه، كان في انفراد وكره طويله المفروض موديست يجري، لقيته رايح كده حبتين، انا عايز جلوكوز. فعلا موديست يالا ايه دي؟ ده مش بدني واقع، ده الحجاير فاضيه، واحد يعضعض له الحجاير. انا ما اعرفش والله يا كولر انت كنت الماتش ده بتعمل ايه؟ ماتش غريب من كله، من قفشه، من حسين الشحات، من عندك كهربا مسجل 3 اهداف. ايوه الماتش خلص 1-0، في 2 اوفسايد وواحد اتسجل. يا كهربا انت ايه يا ابني؟ يا ابني اتشطف يا ابني، مالك؟ انت بقيت تسهر في حتت مش تمام، السهره ديت مش عجباني. انت اليومين دول ما انتش تمام والله، رجلك بتلف حوالين بعض، ما انتش تمام يا كهربا. كام جون بتروح قدام الجون لا يعني لو سجلت بتبقى اوفسايد. ده حتى الجول الاخير اللي هو صناعه علي معلول خبطت ودخلت، وده بسبب ايه اصلا؟ الاهلي اتعادل المباراه دي بسبب الجمهور اللي كان موجود النهارده. الاهلي اتعادل النهارده بسبب الجمهور. والله ما يعني الاهلي كان هيخرج 1-0، الاهلي خرج 1-1، الاهلي يكمل. فالاهلي اصلا كسب المباراه بسبب الجمهور اللي هو جه وراه، وكمان التذاكر بتاعتها تروح لاخواتنا في بتوفوا في فلسطين. الاهلي كسب المباراه ديت او اتعادل او ايا كان المسمى اللي هو صعب بيه بسبب الجمهور. اللي حصل على ارضيه الملعب يشيله، انا شايفه من وجهه نظر كولر. نقف عند كولر دي بالذات يا كولر. بجد والله انا بحترم المدرب ده، المدرب اللي بيخلي الفرقه بتاعته بتحاول مره واثنين وثلاثه، بيعمل اللي عليه. في لعيبه بتتمرقع زي بيرسي تو، بقاله كام ماتش بيضيع انفرادات، كهربا، حسين الشحات، بس هو اللي بيخليهم يوصلوا. فطالما المدرب بيخلي الفرقه بتاعته توصل يبقى هو بيعمل اللي عليه. بس في حاجه برضك على كولر اللي هي هو رضا سليم ده في مشكله يعني شخصيه ما بينكم؟ يعني والله بجد يا كابتن، كل في مشكله شخصيه. اصل انا شايف رضا سليم بقاله كام ماتش بيلعب على ارضيه الملعب، بيصنع، بيسجل، فارق على ارضيه الملعب، وبيتغير في الماتش. يعني رضا سليم ما بيكملش 70 دقيقه على بعض، كل ماتش يلعب ويكسر الدنيا ويسجل او يصنع، وتلاقي كولر اول تغييره رضا سليم، قلنا ماشي بيريحوا الماتش اللي بعده، يجي الماتش اللي بعده تلاقي حسين الشحات بيبدا وما بينزلش كمان رضا سليم. ففي مشكله باين ما بين رضا سليم باين وكولر، باين مشكله شخصيه. علشان انا مش فاهم موهبه زي رضا سليم اصلا يلعب حاطط رجل على رجل على التخين قدام، يمين او شمال، ناحيه الهاف اليمين او الشمال. فلازم رضا سليم ده اصلا في اي ماتش ما يلعبش خالص. ده لما تكون مثلا بتلعب في الاسبوع ماتشين، اثنين وخميس، سبت وجمعه، يعني لما يكون مطحون قوي من اسبوع للاسبوع، يعني بتلعب ماتشين في 2 في الاسبوع، ممكن تريحه شويه. اما رضا سليم ما اجهدش، وفي نفس الوقت الراجل مكسر الدنيا وما بيكملش ماتشات، فالمفروض تكافئه ويلعب. فانت بتلاعب حسين الشحات عليه، مش فاهمها، او بيرسي تاو عليه. حتى الاهلي الفتره الاخيره حته المهاجم، الاهلي بجد والله بالصحاب، بجد الاهلي محتاج مهاجم. مش هقول لك مثلا مهاجم بيطلع نار من بقه، مهاجم مثلا بيطير بجناحات، محتاج مهاجم بيعرف يشوط على الجون. بس الاهلي ممكن الشوط الاول 12 تسديده، فين الاجوان؟ ما فيش اجوان. تيجي تبص طول الماتش ممكن يعدي 20 او 23 تسديده ما بين الثلاث خشبات. طب فين الاجوان؟ الاهلي مش محتاج مهاجم، الاهلي محتاج واحد قدام الجون كده بيعرف يجيب جول. رامي ربيعه قدام الجون مدافع اهو، اتعادل الكره، طب بتحط يا رامي ربيعه في السماء. كهربا نفس المهاجم علشان يجيب جون بيضيع 15,000 كوره.
بيرسي تاو الجون قدامه يحطها فوق العرض. فبجد والله الاهلي الفتره الاخيره محتاج واحد بيعرف يجيب اجوان عادي، الكره جاله جيب جون، الجون واسع يعني، الجون مش ضيق، يجيب جون. فمباراه غريبه وعجيبه، وكانت سيمبا كانت ممكن تصعد ورده، والاهلي كان من اسوأ مباراه ليه في الموسم ده، انا شايفها اسوأ من مباراه السوبر قصاد اتحاد العاصمه. مباراه سيئه قوي، بس صعب بفضل بعد فضل ربنا جمهوره اللي موجود في المدرجات ده حقيقي علشان يدعم اخواتنا في فلسطين. التذاكر ديت رايحه لاخواتنا في فلسطين، كنت اتمنى من جمهور الاهلي يكون اكتر من كده كمان عشان التذاكر تروح ليهم. فانا شايف ان الاهلي عدى اصعب مباراه بالموسم، اصعب مباراه في الموسم الاهلي عدى بيها هي المباراه دي، ومباراه ممكن تاهله ان هو ياخد البطوله. مباراه الاهلي وسان داونز واحنا مستنيينها مباراه هتكون تقيله، وانا هكون مستني المباراه دي بالذات علشان اقوى اتنين في افريقيا في الوقت الحالي الاهلي سان داونز. مباراه هتكون صعبه، سان داونز عنده مباراه عوده قصاد بيترو اتلتيكو، بس هو كسبان هناك يعني 2-0، فطبيعي سان داونز هيقابل الاهلي وش. فانا هستنى المباراه ديت، هنشوف فيها كولر هيعمل فيها ايه. اللي اتاخر في التغييرات ما تعرفش ليه، انت متخيل بيلعب لحد الدقيقه 87 من غير تغييرات خالص، وعنده امام عاشور ورضا سليم وعنده عبد القادر مطلعه بره القايمه، عنده لعيبه كتير ممكن كان يقدر يستفاد منها ما اعرفش. بس انا شايف ان الاهلي اصعد المباراه دي عدى بيها، اهم حاجه ان هو عدى وموجود على الورق ان هو بينافس على البطوله. قصد مين بقى اللي جاي؟ سان داونز. هتكون مباراه صعبه ذهاب وعوده، واتمنى من كل الجمهور اللي هيروح المدرجات الفترة اللي جاية، يعني انت بتروح علشان اخواتنا برضك، فاتمنى تروح وتساعد، منك بتشجع فريقك ومباراة قوية هتكون سان داونز والاهلي، ومنك بتساعد اخواتنا. فاتمنى من جمهور اللي بيروح المدرجات يقدر يروح على قد ما يقدر، اصله في الاول والاخر احنا اخوات وبنقف جنب بعض. انا بقول كفايه كده، شكرا ليكم، وبشكر كل واحد بيدعمنا بلايك بشير بكومنت، وبشكر كل واحد فاهم وجهة نظري في مواقف كتير وفي تحليل مباريات كتير. احنا لما بنطلع هنا بنتكلم على اللي حصل على ارضيه الملعب. الاهلي سجل في الشوط الاول كذا جون فيهم اوفسايد وفيهم مش اوفسايد. كان في الجون الاول اللي انا شايفه من وجهه نظري اللي هو الاهلي سجله عن طريق كهربا، الهدف الاول اللي صناعه بيرسي تاو، انا ما اعرفش اوفسايد ولا مش اوفسايد، بس هي بنسبه كبيره انا شايفها مش اوفسايد. في جون من اللي الاهلي سجله، الجون الثاني اوفسايد فعلا على كهربا، بس اللي هو شاطه وحطه في النص ده اوفسايد. اما الجون الاولاني اللي كان اصلا بيرسي تاو متغطي من لاعب سيمبا، انا شايفها مش اوفسايد وكان ممكن يتحسب عادي، دي وجهه نظري. فانا شايف حاجات كتيره ابو الصحابه لما بنطلع نتكلم عليه بنقول اللي بيحصل، ما بنجملش هنا او هنا. الاهلي صعد لنصف النهائي، الدور اللي بعد كده هيلاعب سان داونز وهتكون مباراه صعبه، فهنتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل. ادينا مستنيين ونشوف ماتشات برضك الزمالك اللي جايه في الدوري قصاد انبي، ربنا يسترها معانا على ما الاهلي كده يخلص مباراه الدوري الافريقي يرجع كده نلاقينا متصدرين الدوري مع الزمالك. يا رب والنبي. شكرا لك على المتابعه، بشكر كل واحد بيدعمنا بلايك بشير بكومنت. انا بقول كفايه كده، مش حابب اطول عليكم، بس بطوله الدوري الافريقي لا في صدى ليه، بطوله مهمه اون تايم كمان، جايبه الاذاعه بتاعتها احسن من الاذاعه قناه تانية. في قناه تانية مش عايز اذكر اسمها علشان كانت بتقطع على اخواتنا الصوت، لما كانوا بيتكلموا على اخواتنا في فلسطين وبيهتفوا ليهم كانوا بيقطعوا الصوت، بلاش نذكر اسمها. فبشكر برضك اون تايم اللي هي سابق المخرج او ايا كان مين اللي كان مسيستم الدنيا الصوت يطلع في دعم اخواتنا، شكرا ليهم على اللقطه ديت. وبشكر كل واحد يقدر يساعد اخواتنا، وانت عارف مارك يعني اما بتنزل اي بوست شيل على طول والحاجات ديت، وممكن اللايف الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده يتقفل اصلا، انت عارفه يعني ما بيصدق اي حد يتكلم على اخواتنا، بس اللي بنقدر نساعد بيه نتكلم بيه بنطلع وبنقول. شكرا لكم، وبشكر كل واحد بيدعمنا، وبشكر كل واحد واقف في ظهرنا الفتره ديت على ما قد ما نقدر يعني نساعد بيه اخواتنا. بنطلع وبنتكلم الفترة دي الصفحة بتتعرض لشوية حاجات وانت عارف كده كويس، فبنحاول طالما موجودين نطلع ونتكلم، ليه لا؟ طالما ده بنقدر نساعد بيه نقدر نطلع ونتكلم. شكرا لكم، ونتقابل في فيديوهات تانية. سلام.